السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم مشاهديني الكرام؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد من قناتي، هنعمل مع بعض كيكة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد مننا دقايق. يلا على طول نخش على المكونات. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق المنخول، وعندي كمان بيضتين، وعندي اللي هو علبة الفانيليا الصغيرة ده، وكيس من البيكنج باودر، وشوية ملح هحطهم، ونص كوباية من الزيت، كوباية سكر، وكوباية من اللبن. انا معايره الكوبايات بتاعه الدقيق بالكوبايات الصغيره اللي انا معايره بيها الزيت واللبن والسكر، يعني احنا هنستخدم كوبايه واحده. اول حاجه ودي اهم خطوه هعملها، هنزل بالسكر في الخلاط. وبعد كده بعد ما انزل بالسكر في الخلاط هكسر البيضتين، وهبتدي اخد السكر والبيض دول واضربهم كويس جدا في الخلاط لمده لا تقل عن 5 دقايق. لما اعمل كده الكيكه هتطلع هشه جدا، وكمان مش هيطلع فيها اي حبيبات سكر متكتله. هنا خلاص كنت ضربت البيض مع السكر لحد ما عمل الفوم اللي انتوا شايفينه دي. الخطوة دي مهمة جدا، ان احنا نضرب البيض مع السكر في الاول لمدة لا تقل عن 5 دقايق لحد ما يوصل معانا للقوام ده. بعد كده هبتدي انزل بقى بالمكونات السائلة عادي، هنزل بكوباية اللبن، وهنزل كمان بكوباية الزيت. هي نص كوباية من الزيت وكوباية لبن وكوباية من السكر. حابة تزودي السكر تمام، بس هو ده المعيار المظبوط. بعد كده هجيب علبة الفانيليا الصغيرة دي، هاخد منها رش. طب لو ما عندكيش علبة الفانيليا الصغيرة دي هتستخدمي ظرف فانيليا عادي من اللي احنا بنجيبه. هغطي بقى المكونات دي كلها مع بعضها واروح اضربها كويس جدا. بعد كده هجيب الدقيق واحط عليه، افضي عليه نص كيس الكيك شيف او البيكنج باودر، وهنزل عليه كمان برشة صغيرة جدا من الملح، وهقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها كويس. اهم حاجه ان انت تقلبي المكونات دي كويس، وعايزه اقولك ان الدقيق دوت انا نخلاه كويس جدا طبعا قبل ما استخدمه. ونوعيه الدقيق كل ما بتكون انضف كل ما بيطلع معاكي المخبوزات احلى. بعد كده هبتدي انزل بقى بالمكونات السائله على المكونات الجافه دي كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى ان انا اخلطها مع بعضها. بصوا هنا انا بوريكم الخلاط، مفيش ولا حبايه سكر متكتله تحت، علشان انا ضربت البيض مع السكر الاول. الخطوه دي مهمه. بعد كده هتجيبي المعلقه بقى او المضرب بتاعك، وهتبتدي تقلبي المكونات دي كويس جدا، تخلطيها كويس جدا لحد ما يبقاش عندك ولا حبايه من الدقيق. طبعا لو عندك المضرب هيبقى اسهل، بس هو تقريبا يعني نفس الاستخدام. هنا كنت بقلب بقى طبعا، وباخد الدقيق اللي موجود في الجوانب دوت علشان كله كده يتمكس مع بعض. هنا خلاص بصوا الكيكه خلاص، بعد ما انا خلطت بقى المكونات السائله مع الجافه، الكيكه وصلت للقوام ده الكريمي الجميل ده. ابتدي بقى على طول اشتغل بيها. هجيب عندي صينيه تيفال او المونيا ايا يكن الصينيه اللي تستخدميها، لازم تحطي نقطه من الزيت وتوزعيها كويس جدا على جوانب الصينيه. طب ما هتقولي كده كده صينيه تيفال مش هتلزق، لا برضو اهم حاجه ان انا لازم احط الفرشه دي لما اجي اعمل الكيكه بالذات، سواء بقى في تيفال، ألمونيا، جرانيت، ايا يكن نوع الصينيه اللي انا هستخدمها. مسحه كده بسيطه من الزيت، وكمان هجيب رشه صغيره من الدقيق وابتدي اوزعها على الصينيه كويس زي ما انتم شايفين كده. دي رشه دقيق صغيره بايدي وزعتها بس على الصينيه كلها. بعد كده هجيب بقى الخليط بتاعي وابتدي ان انا اصبه في الصينيه في النص كده، لحد ما ما افضي كل اللي موجود عندي في الطبق. بعد كده هبتدي الف الصينيه بايدي كده كذا لفه علشان اوزع الخليط بالتساوي، ما يبقاش عندي لما الكيكه تتخبز حته مرتفعه وحته منخفضه. بعد كده بمسك الصينيه بقوم خبطاها خبطتين كويسين على الرخامه علشان اخرج منها اي فراغات موجوده او اي هواء. ادخلها بقى في الفرن على الشبكه في الرف اللي في النص على درجه حراره 180. وبعد لما الجوانب بتاعتها تاخد لون هشغل عليها الشوايه 10 دقايق. اهي الكيكه يا جماعه كانت طلعت، كانت ريحتها حلوه قوي اللهم بارك، ولونها كمان جميل، الكاميرا ظلماها. عايزه اقولك لو حبيتي ان الكيكه تطلع معاكي مرتفعه تعمليها في صينيه ضيقه اصغر من دي، انما لو حبيتي عادي تطلع الكيكه الارتفاع بتاعها مش مرتفع قوي، بنعملها في صينيه زي اللي انت شايفاها كده اوسع شويه. طيب انا بختبر الكيكه ازاي انها استوت ولا لا، بجيب طرف السكينه وابتدي اشكها كده من الجنب.
السكينة لو طلعت نضيفة أو الخلة يبقى كده الكيكة استوت معاكِ، تقدري تطلعيها من الفرن. ابتدي بقى هنا إن أنا أقطّعها، اللهم بارك يا جماعة والله كانت جميلة جدًا، مع كوباية شاي بقى بلبن أو كوباية شاي سادة كده في الفطار أو في العشا، حاجة مزاج. ابتدي بقى أطلّع منها كده، ما شاء الله جميلة أوي، وبُصّوا هشة، الكيكة هشة جدًا، ولونها أبيض، وطبعًا واخدة لون حلو أوي من فوق، وكمان ما اتحرقتش ولا اتلسعت من تحت، علشان أنا حاطة فرشة الدقيق والزيت زي ما قُلت لِك. هنا خلاص كانت خلاص جاهزة بقى على الأكل، كانت عمّالة تنُط مني في الصينية. حلوة أوي وسهلة وما خدتش منّي وقت خالص. هنا كنت باطلّع حتتين كمان أورّيكم لإن كان كل اللي باطلّعه كانوا ماخدوه ما شاء الله ياكلوه، كانت حلوة جدًا. جرّبي بقى الكيكة بالطريقة دي سهلة أوي وبسيطة، ممكن بقى تحطّي منها في الlunch box بتاع الولاد، مش هتاخد منِّك وقت خالص. وأهم حاجة لو عجبِك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير علشان يوصلِك كل جديد. باحبكم جدًا في الله، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.